ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده انا كنت عامله من 8 سنين لما كنت صغير، كنت لسه خارج من الجيش وحطيت لنفسي بلان، والبلان دي ربنا كرمني بيها وبنسبة 80-90% انا قدرت احققها. الفيديو ده كان الهدف منه ان احنا نعلم الاتش ارز والكلام ده من 8 سنين ازاي تعمل الانترفيو، وكذلك نشوف الراجل اللي جاي يشتغل ازاي باس الانترفيو، وده كان الهدف. طبعا كانت الاكسبيرينس مختلفة لان الكلام ده اكتر من 8 سنين، بس انا حبيت اعرض حاجة زي كده علشان انتوا تشوفوها، لان كان في اوبجكتيفز والحمد لله ربنا كرمني بيها وعديتها باكتر من 80%. اتمنى ان كل واحد يحط الاوبجكتيفز بتاعته وربنا يوفقه بيها يا رب، وكمل لنهاية الفيديو ده لان انت هتشوف حاجات حلوة كتير. وما تنساش تقول لي رأيك في الكومنت، واهم حاجة بقى السبسكرايب. شكرا ليكم يا شباب. كور اساسيه لازمه للانترفيو. سامعين يا شباب؟ سامعين؟ تعالي كده شويه هتشوف. في الانترفيو، في الانترفيور لازم يعمل حاجات اساسيه. دي حاجه لازم اساسيه. رقم واحد، الراجل اللي جاي قدامي ده بيكون جاي مخضوض شويه. انا مرعوب. بعض الناس بقى جايه ايه ده اتش ار وبتاع. انا هحكي لكم قصه. واحد صاحبي كان بيقول لي يا طارق، طب اعمل ايه؟ البس ايه؟ طب انا لبس كده كويس؟ طب حالي اداني كويس؟ في شعر طالع؟ طب اتكلم اقول ايه؟ طب اقول له يا ابني اهدى. الموضوع بسيط، الموضوع ابسط مما تتخيلوا، بس انتوا عشان ما عندكوش خلفيه بالموضوع حاسين ان الموضوع صعب. رقم واحد، لازم تعرف بنفسك. فانا الراجل اللي عارفه ده هنفضل نقف. ازيك؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ انا طارق اتش ار ريكروت، بنت من شركه ايجيبت كونسلت. اهلا وسهلا حضرتك. اتفضل. طبعا دي رقم واحد، انا عرفته بنفسي. رقم واحد عرفته ايه؟ بنفسي. فرقم اتنين، الراجل ده جاي خايف، جاي مشدود، فهنبدا نعمل حوار فريندلي قوي. ان احنا افكه شويه عشان اوصل. اصل انا راجل مش جاي اعمل، اصل انا بعمل في يوم 60 انترفيو، فلو كل واحد ما قدرتش اختاره صح انا هروح. انا شغلي ان انا اختار حد صح، فلازم افكه شويه. فتاني سؤال، في بعض الانترفيو بيزك يقول لك ايه؟ احنا الانترفيو هيبقى 5 دقايق، وبقى دي كود حاجه بتبقى رولز كده. ففي بعض الناس انا ما بحترمش الموضوع ده فيها، بس انا برضو لازم اعرفكم ايه اللي بيحصل وايه اللي ما بيحصلش. بيحط رولز للانترفيو اللي هو ايه؟ حضرتك الانترفيو النهارده هيبقى 5 دقايق، هاخد من حضرتك 5 دقايق. حضرتك ممكن تقفل تليفون حضرتك لو عندك اي سؤال ممكن يكون في نهايه الانترفيو. وعايز اقول لكم ان الكلام ده ممكن يوتر اصلا. يعني ممكن تقفل تليفون حضرتك 5 دقايق يعني. اي سؤال ممكن يكون في نهايه الانترفيو. واصله لكم الموضوع؟ حد سامعني؟ اتس اوكي كده؟ طيب رقم واحد انا خلاص سلمت عليه. اللي حصل في الاول ده اسمه اتيكيت الانترفيو يا جماعه. ده الاتيكيت. مش المفروض ترد عليه زي ما هو عرف نفسه؟ لسه بقى انا ما دخلتش في الاسئله. هو لسه انا بديكي بوينت. انا بديكي بوينت كده عشان نقول الموضوع بالظبط. طب هقول لك على حاجه، احنا نعمل الانترفيو تمام از ات شود بي ونبدا، وبعد كده الشرح دوت هم هنسيبهم هم اللي يشرحوا، احنا مش هنشرح. طب اتس اوكي. احنا رجلينا وجعتنا الصراحه وجبتنا وجعنا، انتوا اللي هتشرحوا مش طيب احنا الراجل ده انا جايبه يشتغل عندي الجنراليست. اهم حاجه تعرفوا التايب. اتس اوكي. انا هركز على ايه في السي في بتاعه؟ الخمس بوينتس اللي هم الراجل الجنراليست ده لازم يكون ملم بالاتش ار كله. فبص بقى احنا هنبدا بايه؟ تمام. انا طبعا مش هنقوم ونقعد. تمام. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. كله زي الفل. عملت ايه النهارده؟ طمني. المواصلات كانت صعبه؟ والله يعني الحمد لله. المواصلات بقت رخمه اليومين دول، والزحمه في القاهره يعني مش عارف الناس عايشه دي. لا هي الناس الحمد لله عايشه، والناس يعني اللي عايز يوصل لحاجه هيوصل لها ان شاء الله. هيوصل لها باذن الله. يعني متاكد ان احنا هنوصل؟ اكيد باذن الله. طب حضرتك كنت بعت لي سي في ان انت حضرتك تشتغل معانا في الجنراليست في الشركه. ممكن بس تعرفني بنفسك الاول؟ انا اسمي هيثم زكي. جميل. اتش ار جنراليست في احمد السلام. جميل. انا بقالي 3 سنين شغال في احمد السلام. جميل. من 2013 لغايه 2016. جميل. كنت بقوم ببعض الوظائف زي الريكروتمنت والتريننج والكومبنسيشن والمان باور بلاننج وجزء من البيرسونال. اتس اوكي. طب ممكن بقى حضرتك نتكلم اكتر في موضوع شغلنا؟ اوكي. حضرتك انت قلت ان اشتغلت معانا، اشتغلت في ريكروتمنت وعملت المان باور بلاننج واشتغلت ككومبنسيشن وكده. اكيد مش عايز الكلام ده حضرتك. طب ممكن تعرفني هو الريكروتر ده بيعمل ايه؟ لا الريكروتر ده وظيفه مهمه جدا في الفانكشن كلها بتاعت الاتش ار، لان هو اللي بيسد الجاب كلها بتاعت الشركات بجميع الاقسام بجميع المجالات بتاعتها. الراجل ده المفروض ان هو بيختار الشخص المناسب في المكان المناسب بالاكسبيرينس او وبالسالري اللي
متداول في السوق واللي متاح داخل الشركه، ويا حبذا لو انا قدرت ان انا اجيبه صاحب كواليفيكيشن عاليه ب راتب او سالري انا ابقى مرتاح له بقى. طب هتحقق لي دي ازاي؟ والله بناء على انا المفروض ان انا بيبقى عندي سن من الاجور، ببقى عارف الاجور عندي ازاي، ببدا ان انا ادور على الكواليفيكيشن اللي انا محتاجها والاكسبيرينس اللي انا محتاجها من خلال الجوب ديسكريبشن او من خلال طلب التوظيف اللي بيجي لي من مدير الاداره. تمام، فبناء عليه ببدا ابحث. طب ممكن تكلمني طبعا كومبنسيشن؟ كومبنسيشن بنفيتس. والله انا دلوقتي كحد عندي محتاج ان انا اطوره ادعمه، محتاج ان انا اعمل له حاجه معينه، فبديله جزء في حاجه اسمها الكومبنسيشن بنفيتس اللي هي المباشر والغير المباشر. فانا بشوف على حسب ما يترقى للسياسه العامه للشركه اتجاهها رايح فين. تقدر تفيدني في الشركه؟ شايف ان دورك مهم، يعني شايف ان الاتش ار اصلا مفيد في الشركه؟ طبعا. طب ايه فايده بالنسبه لي؟ بالنسبه لحضرتك ان هو هيوقفك على ارض صلبه في وسط السوق. يعني ان هو دلوقتي لما هعين الشخص المناسب في المكان المناسب، فانا بالتالي هقفل الجاب اللي عند حضرتك، فبالتالي مش هيبقى عند حضرتك تيرن اوفر عالي، فهتبدا انت تفكر لما يبقى في ستابيليتي في العماله، هيبقى ابسط الامور الميزانيه العامه بتاعه الرواتب او التكلفه بتاعت رواتب الشركه هتفضل ثابته، فبالتالي هبدا اطور في اماكن ثانيه في احتياجات ثانيه للشركه. ممكن ازود التريننج، ممكن ازود البنفيتس للموظفين. مثلا لو عند حضرتك مثلا في ترانسبورتيشن مثلا للموظفين موجوده، ممكن انا اطورها. ممكن بدل يعني ممكن ترانسبورتيشن مثلا انا ممكن اخلي بدل مثلا لا مش انا اللي هخلي، هو انا لما هيحصل استابيليتي عندي هيبقى اتجاه الاداره العليا ماشي في اتجاه التطوير في طرق معينه، سواء بقى في الترانسبورتيشن، في ممكن ازود رحلات، ممكن اطلع رحلات زي رحلات الحج والعمره، ممكن اطلع مصايف، ممكن ادي مكافآت للزواج، اعمل حاجات مثلا اشتراكات في انديه، اعمل تريب في اماكن معينه وهكذا. هحكي لك موقف صغير حصل معايا. انا عندي موظف في الشركه عرفني. الموظف ده والده متوفي وهو العائل الوحيد للاسره. الراجل ده كل شويه بيتاخر في اليوم نص ساعه. انا اتكلمت مع مديره واتكلمت معاه بصفه شخصيه ومش عارف اعمل ايه، مع العلم ان السي اي او قال لي ما تحاولش انك تمشيه. فازاي ممكن تنصحه وازاي تغير دوره من هو كل شويه بيتاخر ان هو يجي في مواعيد؟ انا لازم انمي عنده الاحساس بالمسؤوليه. هل ده تم ازاي؟ ما هو ده سؤالي. هل ده تم بالفعل؟ يعني حضرتك اتكلمت معاه ولا طب ما هو ممكن يكون عائد محتاج تغيير معتقد معين. تمام، فده دوري انا كاتش ار، محتاج ان هو يعرف ان مثلا هو بيعمل فعل معين فنتيجته بتبقى كذا، وفي حكمه بتقول ان وراء كل سلوك سلبي نيه ايجابيه. تمام، فانا لازم ادور على النيه الايجابيه من وراء السلوك السلبي. في مشكله واجهتك في حياتك؟ اكيد كتير، مفيش فينا ممكن تذكر لي مشكله مثلا ويقول لي يعني انت حضرتك حلتها ازاي، وقبل ما تحل المشكله دي ايه اللي حصل عشان تقدر تحلها، وايه الخطوات اللي اتبعتها عشان في الحياه ولا في الشغل؟ لا في الشغل طبعا. في الشغل المشكله اللي قابلتني في الشغل كانت تقريبا في حد كان يستحق التدريب ورغم كده هو ما خدش التدريب، فبالتالي حصل جاب عنده في الشغل بعد كده. فدي لما بدات ان انا اسال عيب تساليني السؤال ده، بس انا هقول لك. اولا انا عندي 7 بلان تحب اقولهم لك؟ قالت لي قول. قالت لي شكلك بتحور. كده اتس اوكي. اولا انا عندي 3 انواع من البلان نازل منها كذا ميشنز صغيره. رقم 1 البلان الاولى ان انا اكون راجل اتش ار مانجر في شركه مالتي ناشونال. البلان الثانيه ان انا اكون اتقل واحد في الاكاونتنج للناس اللي شغاله محاسبين، والدليل على كده ان انا يعني جهزت نفسي في الجزء ده ان انا خدت كورس في الاكاونتنج، زائد ان انا كنت في الجامعه. انا ما كنتش على فكره بروح الجامعه، انا كنت دايما في الشغل، بس بفضل الله جايب تقدير عام جيد جدا. ليه؟ عشان دي كانت بلان 2 بالنسبه لي. عشان لما يجي اي حد يقول لي انت عايز ليه تشتغل محاسب، اقول له لا ده انا تقديري في المحاسبه جيد جدا، تعالى بص على تقديراتي في المحاسبه بفضل الله كلها امتياز جيد جدا، معايا كورس 1 2 3 فاقدر اشتغل محاسب. اوكي؟ طب اما موضوع الاتش ار بلان ايه ده؟ انا واخد كورسات اتش ار 1 2 3 سوفت سكيلز 1 2 3. طب ايه الموضوع الثالث؟ اونر بزنس. كنت هفتح شركه خاص بيا ودي نزل منها نوعين. اولا كانت شركه كونسلتنج اند تريننج
كنت هدي استشارات وتدريب في الهيومن ريسورسز مانجمنت، والتاني كنت هفتح محل صغير وحضرت فلوسه وعملت البلان بتاعته ان انا هسوق من خلالها المحل ده، وايه الناس التجار اللي هتعامل معاهم والربح هيطلع كام ومين هيشتغل معايا وهديله قبض كام وهيلبس ايه وايه الديزاين بتاع المحل هيبقى عامل ازاي. كل ده مكتوب ومتحضر. انا لو كنت اعرف ان هنتكلم في الموضوع ده كنت وريت كل الموضوع مكتوب ازاي. دي البلاننج. طيب تعالى نتكلم في الاتش ار. ان انت قلت لي ده لسه في 6 و7. هي مراحل الاتش ار عشان توصل للاتش ار مانجر. رقم 1 انك تبقى كويس في الريكروتمنت. رقم 2 لازم يبقى عندك باك جراوند كويس في الهيومن ريسورسز مانجمنت. رقم 3 انك تنزل لسوق العمل وتتدرب في كذا شركه وتقابل اكتر من كاركترز من الناس عشان تقدر تستفاد من خلالها. فهو الموضوع بلاننج كتير، بس انت لازم يكون لك هدف، وده راجع للزتونه هنعرفها بعد الفاصل. طب نكمل بس يا جماعه. طب انا اسف هسقطك. انا ليه دي كانت معايا؟ دي حاجه بنسميها الايفالويشن شيت. ده حاجه للتقييم. انا راجل بقعد مع 60 واحد، لو ما كتبتش النوتس بتاعتي هنسى انا قلت للراجل ده ايه ولا ممكن اظلمه. فدي بتبقى معايا عشان ابدا التقييم بتاعه واقول له والله انت شاطر في كذا، انت شاطر في كذا. فببدا انا بعمل ريت، بعمل توتال ريت لكل الناس اللي قابلتهم دول، واعلى ريت ده اللي بقى. اوكي عشان تبقوا عارفين ده الاتش ار بيبقى معايا. في اتش ار بيبقى واثق في نفسه اكتر، بس ده بيظلم في ناس كتير. السؤال نقاط الضعف ده مهم، لازم تجاوب لي عليه. نعم. سؤال نقاط الضعف. هقول لك نقاط الضعف. انا هخليه يسالني سؤال. اوكي انا هخليه يسالني بس هعمل كاركتر تاني خالص. خلي بالك النقاط اشمعنى بقى يعني؟ انت واضح ان انت الرؤيه الداخليه ليا ان انا رايك فيا لا يدل عليا. ايوه تنميه بشريه بقى لو عايز. انتوا الكونفرسيشن اللي عملتوها لا يا كانت واحد عنده استاذ كويس. ايوه مش اي حاجه خالص. هو لما انت حضرتك سالته الموظف الظروف حصلت له كده، مش المفروض انتوا ما خدتوش بالكم من حاجات مهمه، بس كملي السؤال. اول سؤال كان يساله له هو اكيد عارف ان التاخير ده بيبقى عليه خاصم. ايه اسباب التاخير اساسا؟ اولا مفيش حاجه اسمها المفروض. الاتش ار لو كنت كملت معاكم كان في حاجات 4 حاجات ناقصني في الاتش ار، بس عشان الوقت ما سمحليش. دي رقم 1. رقم 2 الاتش ار اندستري. الاتش ار ده صناعه، فبتختلف من صناعه للثانيه. الاتش ار ده لو انت شغاله في مستشفى، الاتش ار ده حاجه، والاتش ار اللي موجود في مصنع ده حاجه، والاتش ار اللي شغال في شركه اوت سورسنج حاجه ثانيه. فدي اندستري، دي بتختلف من مكان لمكان، والاسئله بتختلف. يعني انت لو هتشغلي موظف عندك بتاع مثلا شؤون عاملين لمستشفى هيكون مختلف للراجل اللي هتشغليه شؤون عاملين في مصنع. هنا بيتعامل مع دكاتره وهنا بيتعامل مع عمال. فالموضوع اندستري انا كان نفسي اكمل لكم بس والله ما في وقت. اتفضل. هي خطه الرجل ده يدل على التوتر ونبره الصوت بين اول سؤال. يعني الواحد اول ما بيسال السؤال بتبقى نبره الصوت واطيه وبتبدا تعلى. الاجابه بص، اولا الشخص اللي قدامك ده انت ما تعرفيش انت هتتعاملي مع مين. اوكي انت بتبقى قله ثقتك في نفسك بيخليكي خايفه، وانا ده بعرفه من نظره عينيكي. نعم. لا انا لو كنت عايز اضايقه كان في حاجه كتير قوي هضايقك كتير، بس انا هسيبه هو اللي يضايقني. تمام. هو نقاط الضعف انا بقى هعلمكم ازاي تقدروا تحولوا نقاط ضعفكم لنقاط قوه. يعني انت لما تذكري نقطه الضعف هي بالنسبه لك نقطه قوه. هو مش انا بقول ضعف، انا بقول عيب فيا. خليني اقول له عيب. نعم. لما انا اقول ضعف ما هو عيب فيا برضه هرجع للبرسوناليتي ان انا عايز راجل هيتعامل مع ناس. بس لما هتيجي تذكري نقطه ضعفك مش هتذكريها وتسكتي. يعني مثلا انا عايز الفيديو ده. ان مثلا هتقولي مثلا ان انت بتتضايقي مثلا او لما بتتحطي تحت ستريس زياده، تمام، ممكن تفقدي الاعصاب. تمام. ما دي او بتوصلي لمرحله غضب. فدي هنا انا ممكن اقولها وفي نفس التوقيت لما اجي اقولها لكن انا اتعودت واتمرنت، تمام، ان انا اعمل 1 2 3 علشان اقدر اتحكم في نفسي واقدر اسيطر على مشاعري او اعصابي او طريقه التفكير عشان ما افقدش مثلا. فبالتالي انت عرفتي، انت بينتي لي ان انت عارفه نقطه قوه نقطه ضعفك وحولتيها من نقطه ضعف، تمام، لنقطه قوه. دي حاجه من ضمن الحاجات وهنشوفها بالاسئله دلوقتي. تمام. في ناس ممكن تقول لك ايه من نقطه ضعف ان انا الناس بتصعب عليا. مثلا حاله وفاه. لا انا بتكلم على نقط ضعف فيا. ايوه فيا انا كشخص. انت لو شفت حد عايز يعيط مات هتتاثر نفسيا، ممكن خلاص ما
تأديش شغلك بالكفاءة اللي انت ممكن. متعود عليها. يبقى ده يديني طابع ان انا لو حطيتك تحت ستريس عالي ما هو انت سكتي، خدي بالك انت قلتي خدت ايه؟ بالك من السؤال؟ انت قلتي جزء وسكتي، انت خدتي بالك انا قلت ايه؟ قلت انا لكن عودت نفسي ومرنت نفسي ان انا اتحكم في المشكله، فاوجدت المشكله هقول لك وحلها. انا هطلع لك جواب الدنيا. جميل؟ استعنا على الشاي بالله. بس عايزين يا باشا يعني اسئله تخنوش انت ايه يعني ده انا المفروض انا حبيبك يعني. اصلا انت ما خدتوش فهو بقى ما انا ما رضيتش يعني مستوى الخد انت راجل محترم. مبدئيا كده، مبدئيا ده عشان نستفيد منك عشان نستفيد منك تمام، مبدئيا يا جماعه الحاجات اللي من بره. ايوه ايوه انا في واحد عمل لي انترفيو، انا اسف، حط رجله على المكتب، احترمته اكتر. حط رجله على المكتب في وشي، احترمته اكتر. هقول لك ليه؟ لان هو عايز، ان هو كنت انا جاي كنت هتعامل شؤون عاملين، كنت هتعامل مع ناس زباله قوي، فكان عايز يوريني ان انت هتقابل ناس زباله، فوريني الاستريس بتاعك بقى وحضرتك على ستريس. فدي حاجات دي بتحصل، مش عايزكم تتضايقوا، لازم تعرفوا ان اللي مش شخصيتكم بره غير الانترفيو، انتوا داخلين عشان شغل، انت داخل طالب رزق، داخل بتدور على عمل. اتفضل. جاهزين؟ جاهزين يا جماعه؟ اوكي جاهز. المهم بس التايتل بتاعي يبقى اتش ار جنرال. اوكي اوكي. ممكن تعرفي؟ انا طارق سلامه، عندي 23 سنه، خريج كليه تجاره جامعه عين شمس، بعشق الاداره، بقالي فيها خبره 4 سنين، اشتغلت في كذا حاجات كتير قوي، اشتغلت في ايجيبت كونسلت، ركزوا هو بيعمل ايه. اشتغلت في ايه؟ اشتغلت في ايجيبت كونسلت، اشتغلت في مؤسسه السلام مصطفى السلام، اشتغلت في نيو برايزون وكنت هي ايه الفرق بين مصطفى السلام؟ هي دي مؤسسه، دي شركه ودي شركه؟ مؤسسه السلاب مصطفى السلاب بتختلف عن احمد السلاب وعبد العزيز السلاب وطارق السلاب، بس هو الاساس في الموضوع قوي هو الدكتور الاستاذ مصطفى السلاب. ده الله يرحمه صح؟ الله يرحمه ويسلمه. طيب حضرتك قريت الاعلان بتاعنا كويس؟ اكيد. ايه اللي لفت نظرك في الوظيفه؟ انا راجل جنرال اصلا، بقالي بالظبط 3 سنين، عارف الاول فانكشنز كلها بتاعت شغلي، قريت الريسبونسابيلتي كلها، وهقدر باذن الله ادخل. طيب ممكن بقى تعرفني ايه المهام الوظيفيه اللي انت كاتش ار جنرالست بتقوم بيها؟ اوكي، المهام الوظيفيه بتاعتي انا كراجل اتش ار جنرالست بقوم بالاول فانكشنز كلها، اللي هو اول حاجه بعمل لو انا لسه هاسس شركه جديده اللي هو الاورجنايزيشن ديزاين، بعد كده الريكروتمنت، بعد كده الكومبنسيشن، بعد كده التريننج، بعد كده البرفورمانس ابريزل. انهي فيهم الاول؟ يعني فيهم الاول الاورجنايزيشن ديزاين. لو انت هتشتغل كواحد عادي هشتغل ريكروتمنت. اوكي، بعد ما بعين ايه الموظف. السيكونس؟ الريكروتمنت ده بنقسم ل3 حاجات رئيسيه. اوكي، رقم 1 بعمل المان باور بلاننج، رقم 2 بعمل الريسيرشنج بلان. انت اللي هتعملها؟ امال دي يعمل ايه؟ الاورجنايزيشن ديفلوبمنت، انا عايز بس اوضح لحضرتك حاجه بسيطه، ان الاورجنايزيشن ديفلوبمنت هو دوره تطوير المؤسسه، فبيعرف ايه هي النواقص عشان يقدر من خلالها ينميها، ودي بتبقى عايزين راجل حد سبيسيفيك قوي في الهيومن ديفلوبمنت. اما انا كراجل اما باجي بعمل مان باور بلاننج. ايه علاقه الهيومن ديفلوبمنت بالتطوير الاداري؟ هقول انا لحضرتك، بطور حاجه في المؤسسه، انا بطور شغل، انا مالي ومال الاتش دي. هقول لحضرتك الهيومن ديفلوبمنت بيكون اغلبيتها بيكون سوفت سكيلز قوي، بيكون المديرين محتاجينها كتير قوي، حاجه زي كده بتحتاج للمدير. اما الراجل بتاع الاو دي اللي هو الاورجنايزيشن ديفلوبمنت هو الاساس في تطوير النولج بتاعت المدير عشان يقدر من خلالها يحقق الجولز بتاعت الشركه. اما انا كراجل ريكروتمنت انا لازم اعرف النيد بتاعت الشركه، ايه هي احتياجات الشركه عشان اقدر من خلالها اوظفها. النيد من ايه؟ النيد من الامبلويز، من العماله، لازم اعرف يبقى نحدد. اتس اوكي. اكمل. فانا طالما عرفت النيد بتاعت الشركه هقدر من خلالها بقى اعرف الجوب اناليسيس بتاعتها اللي هي الجوب سبيسيفيكيشن والجوب ديسكريبشن، واقدر من خلالها ابدا اعمل الهايرنج، هبدا اعمل الاعلان، هنزله على الوسيط او الجمهوريه او ايا يكن، هيجي لي السي فيات هعمل لها انت فلتريشن. ممكن تفيدني بايه في الاتش ار جنرالست؟ تفيدني بايه جوه الشركه؟ هقول لحضرتك انا بفضل الله عندي سكيلز عاليه قوي في موضوع الكوميونيكيشن سكيلز والبرزنتيشن سكيلز. احنا لما بنيجي نعمل فلتريشن لاي حد الكوميونيكيشن سكيلز لما اشتغلتش في التدريب دي. انا راجل بعشق الاتش ار وشايف نفسي في الاتش ار افضل من التريننج. يعني انا لو انا دلوقتي قلت لك اعمل لي دي ان ايه مثلا، مش هتعملها؟ في تخصصي انا كراجل تريننج لما بشوف ان الموظف محتاج حاجه معينه
ببدا اعمل كونتراكت او ابدا اعمل كونكتنج مع مدرب معين عشان يقدر يقوم بدي. اما انا كشغلي انا اقدر اشرح في المانجمنت بس، اقدر اشرح في الاداره بس. بس انت كده انا ممكن ما استفادش بيك قوي. يعني انا كده ممكن ما استفادش بيك. يعني انا لو عايز اوفر في الميزانيه بتاعت التدريب بتاعتي، حاضر، ما انا وعايز يعني عايز حضرتك اللي تقوم بيها. اوكي، ما انا هعرف دلوقتي انا هشرح ايه للامبلويز بتوعنا اذا كان في المانجمنت. تشرح ايه؟ اه يبقى حضرتك ما خدتش اوفر هيد عن الشركه بتاعتكم. والله ما خدتش اوفر هيد بمعنى ايه معلش؟ يعني قبل ما تيجي انت عارف انت جاي شركه ايه؟ بتشتغل في ايه؟ المفروض حضرتك تقول لي ان انت اتش ار جنرال، تمام؟ يبقى ابسط الامور حضرتك عارف الفيلد اللي انت جاي عليه والفيلد بتاع الشركه شغاله في ايه. اوكي، لو هنقول ان الشركه دي بتاعت سيلزنج كبتبيع او تعمل ماركتير، انا هقدر افيد الراجل بتاع البياع ده في 4 حاجات مهمه. ازاي يشتغل في تيم ورك سكيلز، والبرزنتيشن سكيلز، والكوميونيكيشن سكيلز، والنيجوشيشن سكيلز. اما اقدر من كده اكتر من كده مش هيبقى مجالي، فكده انا مش هفيد الشركه، انا كده بضر الموظف. لو خدت ماتيريالز وحفظتها عن طريق الانترنت واديها له حتى لو كان البريزنت بتاعي كويس، فانا بضره لان انا مش هيبقى عندي الاكسبيرينس الكافيه اللي اقدر من خلالها اخلي العمال يشتغلوا عندي او اديهم التريننج ده. تمام. طيب انت قلت ان انت اشتغلت اتش ار جنرالست. جميل. باكد عليها. تمام. اكيد احتكيت بالبيرسونال. اشتغلت بيرسونال سنه كامله في مؤسسه السلام، مصطفى السلام. كنت بتعمل ايه؟ او الشغل كله في البيرسونال. اشرح لي. انا كنت راجل بتاع حضور وانصراف بس طب ما المكنه ممكن تقول الموضوع ما كانش يبقى موجود البيرسونال. اصل يعني الشخص بيعمل البصمه بتاعته. ما انت فبتسمع عندي اوتوماتيك اذا كان هو حاضر او لا. اتس اوكي. ما انت عندك العارضه، الراجل ده لما بيجي بيقدم عرضه بيقابلني انا. الراجل ده لو حصل له لا قدر الله اي حاجه وعايز يمشي من الشركه فلازم يرجع لي ان بيعمل لي اذن يومي. تمام. فبعد ما بعمل اذن ده كل ده انا بسجله عندي. زائد ان الراجل ده لو عمل له خصم ومديره عمل له خصم بيرجع لي انا، فكل الحاجات دي بسجلها بدايه عندي. لو مديره عمل له خصم انت بتتعامل مع الموقف ازاي؟ كدوري بيرسونال ولا كدوري جنرال؟ كبيرسونال وبعد كده جنرال. لو راجل بيرسونال فانا راجل بطيع الاوامر من المدير ان انا بكون تحت الاستراكشر بتاعه في الشركه. اما لو كان راجل جنرال فانا هعمل انترفيو مع الموظف ومع المدير، ابدا اعرف ايه سبب الخصم ده وهل الموظف يستحق الخصم ده ولا لا. فبالتالي لو كان الموظف مظلوم، لان في بعض المديرين بيستقصدوا الموظفين بتاعتهم علشان يمشوهم في الشركه لان هم شايفينهم ان هم حد تالنت قوي وهياخد مكانهم. انت واخد بالك انت بتقول ان المدير بيستقصد؟ في بعض المديرين بيستقصدوا. حصل معاك الموقف؟ حصل معايا كتير. كان عندي بدون ذكر اتعاملت معاه ازاي؟ انا هقول لحضرتك بدون ذكر اسماء. استاذ مصطفى ده كان مستقصد مدير، كان مستقصد موظف عندي. كنا في قسم الجوهره، كان مدير قسم الجوهره او رئيس قسم الجوهره. الراجل ده كان شايف ان الامبلوي بتاعه او الموظف بتاعه عنده حته التالنت اكتر، بيعرف يعمل بريزنت للبرودكت بتاعه، فقدر يحقق في اعلى انتاج في السنه. واحنا بنقفل السنه لقينا ان هو اعلى انتاج، فده بالتالي احنا بنعمل في سلم الترقيات كنا هنرقيه. فطبعا الرقيه كان مفيش ساعتها في بوزيشن لمصطفى، فمصطفى حس ان الراجل ده كل منه الجو من اتنين، مع المدير بتاعه ومع الاتش ار. فما كل منه الجو فالراجل بتاع الاتش ار بيعمل ريبورتنج للراجل بتاع الموظف اللي شغال عندنا، فحس انه هياكل منه الجو. فبالتالي ازاي يعني انت بتستفيد قوي في الموضوع، انا عايز اعرف طريقه حل لمشكله ان هو هيمشي الموضوع. انا ما مشيتش الخصم بتاعه، شفت ان هو كان تعسف من المدير. لما يعني ذكرت في تقريرك الريبورت بتاعك ان ده تعسف فعلا من المدير. ايه اللي تم؟ واللي اثبت لي كده انا قال بس حضرتك انا ايه اللي خلاني اعرف ان تعسف من المدير من زمايلي زائد المدير بتاع الفرع. ما انا لو انا اوكلت لكل واحد ان زمايله يعني يشهدوا له يعني محدش هيمشي خالص. انا عندنا حاجتين بنقدر نشهد من عليهم. رقم واحد ان انا بعمل انترفيو، رقم اتنين بسال الناس، لان في حاجه عندنا في انترفيو ولا تحقيق؟ في نوعين. لو انا هتكلم في التحقيق قوي فالتحقيق ده عندنا دي الشؤون القانونيه. تمام. لان انا كلمه تحقيق فالراجل ده سرق، ده الراجل ده ضرب من الموظف. ما عندكوش تحقيق ده؟ لا ما كانش عندنا في الشركه تحقيق ده. اللي هو البانشمنت اصلا ما كانش عندنا نظام العقوبات اصلا، ده كان مختص للشؤون القانونيه. فانا كنت بعمل ميني انترفيو كده بعرف خلفيه كبيره عن المشكله. طب مستر طارق
يعني واضح ان الخبره بتاعت حضرتك يعني معقوله. انت تقريبا كنت بتاخد كام؟ الراتب بتاعي تقريبا. السؤال ده صعب. بص انا ههرب منه ازاي؟ عموما هو لكل شركه بتختلف عن الشركه الثانيه. جميل؟ انا ما كنتش بعمل انترفيو من 3 ايام، كانت الشركه شركه كويتيه، فالراجل الكويتة معروفين عند العرب اللي هم منافع، كان راجل منوفي، فانا ما اعرفش اشتغل عشان اصحاب الشركه منوفيين. بيحصل. ايوه بيحصل. معايا زميلي الاتش ار مانجر بيتحايل عليه بقاله 3 شهور انه يزودهم 200 جنيه. المهم عشان بيتحايلوا عليه، انا لو فضحت الشركه انا هو روح ولميا ومصطفى. ده ضربت الناس كلها. ولا ومصطفى عندك 100 دليل الصوت. ده كله متسجل. يا نهار انا كده. المهم فكان اتكلم معايا، قال لي بس قال لي الريسبونسابيلتي بتاعتي كنت هقوم بيها كلها، فكان اداني الراتب كان قليل قوي لانهم الريسبونسابيلتي بتاعت حضرتك ان المسؤوليات لو انا هقوم بيها كلها بتختلف في السعر عن مسؤوليات قليله. فانا لو هشتغل بيرسونال فانا اقول لحضرتك مثلا الراتب بيتراوح سعر السوق من 2000 ل 3. لو هشتغل جنرال فبيتراوح من 4 ل 6 على حسب الاكسبيرينس. طيب مستر طارق، تتوقع معايا تاخد كام؟ انا اتوقع كام؟ على حسب الريسبونسابيلتي، هل اقوم بيها كلها ولا مش هقوم بيها؟ انت كاتش ار جنرالز، انت الوظيفه اللي انت جاي عليها اتش ار اقوم جنرالز. بالريسبونسابيلتي كلها. والله سعر السوق بيتراوح من 4 ل 6. من 4 ل 6 ده دي مواعيد الشغل؟ بس في واحد في من 4 ل 6 4 ل 6 يعني من 4000 ل 6000. طب لو انا المرتب عندي يعني اقل من كده حبه يعني انا هبتدي افكر. طب انت دلوقتي بتشتغل ولا لسه بتعمل سيرشنج على شغل؟ انا بعمل سيرشنج على شغل. طيب ماشي مستر طارق، انا مبسوط طبعا ان انا يعني انا اسف جدا اذا كنت ضيعت وقتك ووقتي مع واتمنى ان يعني الخبرات بتاعت حضرتك يعني ان شاء الله ممكن تلاقي الاعجاب والاستحسان عندي مع الاتش ار مانجر. تمام. طبعا انت عارف السيكونس بتبقى ماشيه ازاي بما ان حضرتك كاتش ار جنرالست. طبعا عارف ان انا لازم ارفع ريبورت معين، وبناء على الريبورت يعني ممكن نتصل بحضرتك وزن 7 دايز. اوكي. في اي اسئله حابب حضرتك تسالها؟ ايوه تمام. اوكي. هو خلص خلاص عليك. لا هو خلص. حاول تهرب معلش. انتوا لازما يعني ماشي. طيب اعتبر انه سأل السؤال. وعيوب انا ما سالت يعني قولي لي عيبين من عيوبك كمان. لا قلت طبعا بس انا هقول لك اجابه هتعجبك قوي. اسالني السؤال. والله يا مستر طارق، انت عارف ان اي بني ادم خلقه ربنا بيبقى ليه نقاط قوه ونقاط ضعف. تمام. انت ايه نقاط الضعف بتاعتك؟ هقول لحضرتك انا من الناس اللي تقدر تقول عليا شبه متدين، بحب مقوله سيدنا عمر جدا. يعني ايه شبه؟ هقول لك يعني انا راجل يعني مش متدين. لا مش زايد في العلم قوي، ما عنديش زاهد في العلم، بس بفضل الله بعشق مقوله سيدنا عمر رحم الله امرئ اهدى لي عيوبي. فبالتالي انا من الناس اللي مش شايف ان عندي عيوب، بس ممكن مع مرور الوقت حضرتك تقول لي انت عندك عيب كذا، فبالنسبه لي انت بتهديني هديه ما بتعرفنيش العيب، فبالتالي هبدا احسن فيه. برضه مش هنشتغل.